السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. هنعمل مع بعض بقى بسكوت. هاتي 3 كوبايات كده من الدقيق وتعالي نعمل الكميه الحلوه اللي انت شايفاها دي كده ونفرح الولاد. بصوا، حاجه كده سهله وسريعه، وهنشكله بكذا طريقه بادوات كلها موجوده ان شاء الله عندنا في المطبخ. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. بصوا، حاجه كده قمر ومقرمش كده مع كوبايه شاي بقى، ولا كوبايه شاي بحليب كده، حاجه خطيره. تعالوا نقول بسم الله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدا، اتمنى لو انتوا كده عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. بصوا، كل ما العلبه دي تخلص لازم نملاها. تعالوا نقول بسم الله ونشوف المقادير. اول بقى حاجه عندي في المقادير، عندي كوبايه من السكر البودر، عندي كوبايه كمان من الزبده على الزيت، ممكن يبقى سمنه على زيت زي ما تحبوا. عندي كمان بيضتين بدرجه حراره المطبخ، ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، ورشه من الملح، و3 كوبايات وربع بالظبط من الدقيق. تعالوا بقى نبدا كده. وعندي كمان معلقه صغيره من الفانيليا. جبت كده طبق عندي وهنزل فيه الزبده مع الزيت. زي ما قلت لكم ممكن بدل الزبده تكون سمنه، يعني المتوفر عندكم. بعد كده هنزل عليهم كوبايه السكر. انا كده كده كنت مطلعه عندي المضرب الكهرباء، فبدات كده ان انا اضربهم مع بعض، لكن تقدري تضربيهم مع بعض عادي بالمضرب اليدوي وهيكون حلو قوي. حطيت كمان معلقه صغيره من الفانيليا. هضربهم بقى بالمضرب لحد ما يندمجوا كده مع بعض. زي ما قلت لك بمضرب عادي يدوي، هتقدري برضو ان انت تستخدميه، لكن انا عشان كنت مطلعه اصلا المضرب فاستخدمته. هفضل اضرب فيهم لحد ما القوام ينعم خالص معايا كده. بعد كده هضيف البيض، ومش هبالغ في التقليب، يعني مجرد بس ما البيض يختفي معايا. كده خلاص تمام. هجيب بقى الدقيق وابدا انزل كده شويه بشويه، يعني هنزل بنص الكميه لحد ما تختفي، وبعد كده هنزل بقيه الكميه زي ما هتشوفوا. هنزل الاول معلقه كده البيكنج باودر وهقلبها كده عندي في دي. الدقيق ده منخول، وزي ما قلت لكم 3 كوبايات وربع بالظبط. هنزل نص كميه الدقيق وهقلبها مع الخليط ده لحد ما تختفي كده، وبعد كده هنزل بقيه الكميه. عايزه اقولك كمان ان الخطوه الاولانيه اللي احنا عملناها بالمضرب دي تقدري برضو تستخدمي الخلاط. هنا بقى هضيف بقيه كميه الدقيق. هفضل اقلب كده لحد ما الدقيق يختفي معايا. بصوا، بسكوت سهل جدا وما بياخدش وقت وبتكوني مجهزاه. هلم بقى كل الدقيق اللي موجود عندي كده في الطبق، علشان بعد كده هنعمل عندنا بقى نص بالكريمه او بالفانيليا، يعني مش بالكريم، بالفانيليا، ونص بالشوكولاته. هنزود بعد كده كاكاو. دلوقتي خلاص انا هقسم العجينه على 2. احنا مش بنعجن، احنا بس بندمج المكونات مع بعض. البسكوت ما بيتعجنش، تمام كده. دلوقتي هقسم العجينه. بصوا بقى، علشان الجو حر العجينه يعني طريه قوي معايا زياده عن اللزوم، فانا هدخلها التلاجة بس مش دلوقتي، بعد ما اضيف الكاكاو. دلوقتي هضيف هنا معلقه كبيره كده هرميه من الكاكاو الخام، وهبدا ان انا اقلبها مع العجينه. والعجينه التانية هضيف لها برضو معلقه كبيره من الدقيق. بصوا، بنقلب بس بصوابعنا كده ان احنا نخلي الدقيق يختفي معانا مع العجينه، ونفس الكلام مع العجينه التانية اللي هي بالكاكاو برضو. بعد ما هقلبهم بقى كويس هدخلهم كده التلاجة بس 10 دقايق، وبعد كده هطلعهم وهبدأ اشكلهم معاكم.
لكن انت لو بتعمليهم في مكان يعني مش حر فتقدري ان انت تشكليهم على طول. لكن انا المطبخ عندي كان حر شويه، وعشان كمان كنت مشغله الفرن قبلها فكان الجو حر قوي. بس هنا خلاص العجينه بقت جاهزه معايا زي ما انتم شايفين. دخلها بس التلاجة كده شويه. بعد كده هاخد بقى من العجين بعد ما خرجته من التلاجة كده، وهبدأ اقطع قطع كده قد الليمونة الصغيرة، وهبدأ بقى ان انا اشكله. اول حاجة بشكل عندي بجيب كوباية صغيرة من بتاعة القهوة، وببدأ اعمل زي ما انتوا شايفين كده، وده اول شكل معانا. في الوقت ده انا شغلت الفرن كده على درجة حرارة 170، وشغلته من تحت. بس بعد كده لما بياخد البسكوت معايا لون من تحت بشغل الشواية علشان ياخد معايا لون ذهبي كده بسيط من على الوش. القطاعة التانية دي القطاعة بتاعة التفاح، معظمنا موجودة عندنا. يعني برضو عملت كورة كده وبس ضغطت عليها من على الوش كده زي ما انتوا شايفين. ودي هنا البسطامة اللي هي بتاعة الكحك، برضو عملت بيها الشكل ده. ممكن اي حاجه موجوده عندك تقدري تعملي بيها اشكال. كمان المضرب اللي هو اليدوي العادي ده، لو عملتي برضو كوره وبططيها بس حاجه بسيطه وجيتي في النص كده وضغطتي هتلاقيه برضو عمل لك شكل حلو قوي. بصوا هنا البصامه او القطاعه دي كانت بتعمل شكل زي الورده كده، كان شكل برضو حلو. هنا خلصت اول صينيه. بصوا ما شاء الله 3 كوبايات وربع من الدقيق بيعملوا كميه اللي انتوا شايفينها دي كده تاني صينيه، وعملت كمان 3 صواني. بصوا بعد ما خرج من الفرن ما بياخدش وقت، من 12 ل 15 دقيقه وبيكون خرج معانا، وبالهنا والشفا. جربوه بقى ان شاء الله هيعجبكم. بصوا حلو جدا ومقرمش كده وجميل. ان شاء الله لما هتجربوه هيعجبكم. وطبعا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا معايا في القناه عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.